ازاي محضر الضرب بتاعك لوحدك من غير مساعده من اي حد، ده اللي هعلمه لك النهارده. هقول لك دلوقتي نموذج الاسئله اللي هتتسالها، وهوضح لك ازاي هتجاوب على الاسئله دي علشان ما يكونش عندك ثغرات في الاجابات بتاعتك. بس في الاول في جزء مهم جدا وخطير جدا نزل قبل الفيديو ده على الصفحه، لو ما كنتش شفته روح شوفه بعد الفيديو ده، لان الاتنين مرتبطين ببعض جدا وفي كلام مفيش حد قاله قبل كده. بالنسبه للاسئله بقى معلم اللي هتتسالها وانت رايح تعمل محضر ضرب، اول سؤال ما تفصيلات شكواك، وفي السؤال ده بقى هتحكي كل التفاصيل اللي حصلت لك. تاني سؤال متى واين حدث ذلك، هتذكر الوقت بالظبط والمكان اللي حصل فيه الواقعه دي بالظبط. السؤال الثالث امام من حدث ذلك، هنا بقى هتقول اسماء الشهود اللي كانوا معاك، سواء اصحابك سواء ناس كانوا شاهدين على الواقعه، الاسماء اللي انا قلت لك انك تجيبهم وتحتفظ بيهم. وملحوظه الناس دي انت اللي بتجيبها على ايدك، مش النيابه هي اللي بتبعت تجيبها عشان تسمع اقوالهم في النيابه، لازم يكونوا ناس في صفك ومن طرفك. رابع سؤال